بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك يكتسح المصري برباعية. يا جماعة الزمالك النهاردة عمل ماتش، يعني هنقول ماتش رجعنا كده الحاجات بتاعت الفن والهندسة والزمالك واللجوان الحلوة واللجوان اللي بتتلعب. يعني ماتش ما اتعملش بقاله كتير قوي من الزمالك في استاد رخم زي برج العرب قدام فرقة رخمة زي المصري، في بداية 6 ماتشات من نار. يعني بداية 6 ماتشات صعبة جدا جدا جدا. الزمالك النهاردة بدأ المباراة ب مهدي سليمان، محمود بنتايج، محمد اسماعيل، حسام عبد المجيد، عمر جابر، احمد ربيع، عبد الله السعيد، احمد فتوح، وقدامه بزيرة وعدي الدباغ وناصر منسي. الزمالك 4-1، والواحد ده يا جماعة مقلق. طب حد يقول لي ليه مقلق؟ لان هو احنا الماتش لو ما كناش جبنا جون بدري بعد ما دخل فينا الجون وما كناش جبنا التاني كان الماتش هيتصعب علينا جدا، وكنا ممكن كمان نخسر 2 بونت او نخسر ال3 بونت. بس الحمد لله عشان لعيبه رجاله، لعيبه عندها الروح ان هي تكسب. عبد الله السعيد النهارده يا جماعه بيلعب 90 دقيقه. 90 دقيقة عبد الله بيلعب 90 دقيقة، عنده 41 سنة بيلعب 90 دقيقة زي لعيب الناشئ. ناصر منسي النهارده الأسطورة. ناصر منسي الأسطورة. إبراهيموفيتش ما يلزمنيش يا جماعة والله. ناصر منسي هو الأسطورة. يا جماعة ناصر منسي عمل ماتش النهاردة جامد جدا. عندك عدي الدباغ كعبه عالي على المصري، يعني تقريبا ماتشات المصري هو عدي الدباغ اللي كان متألق فيها دايما. يا جماعة بنتايج ده حكاية، بنتايج ده باك شمال حكاية. عندي تعليق بس على عمر جابر، يعني عمل ماتش برضو كويس، ولكن انا كان نفسي محمد ابراهيم اللي يلعب. كان نفسي يبدأ بمحمد اسماعيل نص ملعب، ويلعب بالونش. هو كابتن معتمد بصراحة الشوط التاني كان الشوط الاول احنا عندنا نص الملعب كان رايح في حتة وحشة خالص. مع وجود فتوح وعبد الله السعيد بيزيدوا الكرة لما كانت بتبقى علينا كان بنبقى نص الملعب فاضي جدا. ولكن الحمد لله الحمد لله، اللعيبه كانت رجاله، اللعيبه قدرت ان هي تكسب ماتش مهم زي ماتش المصري في استاد زي برج العرب. عندك لعيبه كمان زي بزيرة يا جماعه النهارده. اول الجونين الاولانيين، اول جون وتاني جون بتوع بزيرة. يا جماعه شفت الكوره